مهن وحرف مع ليلى بالعربي. عمتم مساء مستمعتنا ومستمعينا، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من مهن وحرف. اليوم نتعرفوا وإياكم على مهنة تدبير المحتويات الرقمية The Community Management، وسنتعرف أيضا على حرفة تطعيم الخشب بالصدف. خليكم معنا. محتوى بصورته الأعم هو رسالة يمكن إيصالها المتلقي عن طريق مجموعة من الكلمات، الدلالات والأفكار والرموز، بينما تتنوع أشكال المحتوى الرقمي اللي ظهر في تسعينيات القرن الماضي على الصعيد العالمي بين المدونات والصور والفيديوهات والإعلانات وغيرها كالكتب واللائحة تطول. كل هذه المحتويات تتطلب تدبير دقيق معقلا وقانوني وأيضا حتى خدماتي نتعرفوا عليه مع شرف الزروالي، ومقاول شاب في مجال تدبير المحتويات الرقمية. أهلا ومرحبا بك سي الزروالي. أهلا مدام ليلى. أول حاجة بغيت نشكركم على هذه الاستضافة هذه، وكنتمنى إن شاء الله أننا نفيدوا الناس ونعطيهم معلومات اللي تكون مفيدة في المجال الرقمي. شكرا لك وشكرا لك أنك تفاعلتي معنا رغم المشاغل، لأنه هذه الوقيته اللي تنتواصلوا فيها كيكون يعني المقاول عنده مواعيد وعنده التزامات، فشكرا لك على تلبيتك دعوة مهن وحرف. بداية ممكن تعرفنا بنشاطك الخدماتي المقاولاتي؟ المقاولة ديالتنا اللي هي الخدمة ديالتها تسيير وتدبير المحتوى الرقمي وإنشاء مواقع إلكترونية. كنخدموا لا كوميونيتي مانجمنت مع الشركات الناشئه وحتى الشركات الكبرى. لا ميسيون ديالتنا كتكون اننا كنحاولوا نادابتيو الخدمه ديال المقاول، يعني لو كور دو ميتي ديالو، مع عمليه التسويق اللي كيقدر يقوم بها عن طريق في المجال الرقمي، سواء عن طريق المواقع الالكترونيه كالمدونات ولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي كفيسبوك etc. يعني أنكم تأقلموا النشاط ديال المقاول أو المقاولة رقميا. نعم، لأنه هنا كنعرفوا بأنه أي مقاولة كتحتاج أنها دير التسويق، وحنا عرفنا دابا من مورا لا بانديمي ديال كورونا أنه التسويق الإلكتروني هو الفعال، باش أنه يقدروا يوصلوا لأكبر شريحة ديال الناس اللي تقدر تفاعل وتقدر تكون هي الزبناء الحقيقيين اللي غادي يشريوا هذاك المنتوج أو الخدمة اللي كيقدمها هذاك المقاول. طيب، ما السبب في اختيار هذا المجال شرف الزروالي؟ بالنسبه لي انايا بديت هذا المجال في 2019. كنت كفريلانسر كيف ما تنقولوا، يعني انني كنقدم خدمات للناس بدون اطار قانوني. من بعد كملت القرايه ديالتي واللي باقي كنكملها دابا في المقاولات وفي لا كرياسيون ديال ستارت اب وفي الماركتينغ ديجيتال. دونك اوسي الخدمه ديالتي دابا فيها لا فيزيون ديال الدكتوراه او نيفو ديال الماركتينغ ديجيتال. لو دومين المو باسيون بزاف، لانه كيف ما كنقول هو اول حاجه لو فيوتور، ثاني حاجه كتلقى راحتك في انك تعطي تدوينات، لانه الا قدرت نعاود نرجع بعد ثاني بالزمان غنلقى راسي لقيت في ابتدائي وفي الثانوي كنت نكتب شويه ديال التدوينات صغيره ما بين الشعر. شحال في عمرك سي شرف؟ دابا 29 عام. جيل رقمي تقريبا 100%. جيل رقمي. حنا نقدروا نقولوا شويه جيل رقمي وجيل حتى التسعينات والجيل الرقمي الجديد، يعني واكبناهم بجوج. يعني تخلقيتوا في زمن العولمه، زمن الثوره الرقميه، وزمن يعني حتى المحتوى فيه تطور بشكل يعني صاروخي. فانا غنطرح عليك سؤال قبل ما نجيو التطور ديال المحتوى او المحتويات الرقميه. اول مره كان عندك تعامل وتفاعل مع ما هو رقمي، ومع ربما يعني استعمال المحتوى الرقمي أو لا تدوينة معينة أو غيره؟ أول تدوينة رقمية كانت في 2016. كانت كولابوراسيون مع واحد صديق كان بغى يحط واحد كيف ما تنقولوا واحد أول تدوينة لي على الانترنت على شكل مدونة. كنت عاوناه باش ينقح كاع المعلومات اللي غادي يحط ويحط عاود الامور اللي خاصه. انا كانت التخصص ديالي في توسكي ماركتينغ كوميرسيال، يعني عاونته كيفاش يحط ولا المدونه ديالته تعطيه نضافي عليه هذاك الطابع التسويقي اللي يقدر يوصل الرساله اللي هو كيقلب عليها بارتير هذاك المدونه ديالو. يعني كان صديق ولا كان تعامل مهني؟
لا كان صديق، وهذيك كانت هي اللي كنت نقولوا النقطه ديال البدايه ديالتي، لانه ملي بديت هذيك البدايه عجبني العمل، عجبتني الخدمه، وبديت من ديك الساعه بديت واحد في الاول مستوى ليا هو سميتو في لا كرياسيون ديال لي سيت ويب. بدينا في الكرياسيون ديال لي سيت ويب، هي اول حاجه تعلمتها، وبقيت غادي بشويه بشويه كنطور في المهارات ديالتي الحمد لله، حتى وصلت لتسيير المحتوى وخلق محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي. يعني بديتي في الاول بديتي في الاول كهوايه، ومن ثم بديتي مشيتي تكونتي في المجال على مستوى خلق المقاولات الناشئه، وعلى مستوى يعني التحول الرقمي والتسويق الرقمي. نعم بالطبع، هادشي هو اللي كان بالضبط، وكان غادي في تسلسل في الزمن، يعني بحال كنقولوا بانه ملي كتدخل للعالم كتلقى بانه حاجه كتعطيك حاجه اخرى، وكتبقى غادي وكتعلم، باش ما كانت عندك كنقولوا لا كيوريوزيتي انك تتعلم، باش ما كتلقى راسك انك غادي وكتقلب على المعلومه وكديفلوب اخرى. يعني هذا المجال يتطلب حب الاستطلاع والمواكبه، لا بالتكوين ولا نعم. بالممارسه. بجوج، وهذا الشيء هو اللي كنقولوا في التكوين ديالنا في الجامعه، هو اللي عطانا لو بوين دو ديبار، انه كيف ما كتعرف في الطابع تاع الجامعه انك تكون كتبحث، خاصك تقلب على المعلومات، تقرا ايتترا. دونك هذا بحال قلتي واحد المحفز اكبر اللي خلانا اننا نديفلوبي راسنا في المجال الرقمي. طيب شرف الزروالي، يعني قبل ما نجيو نهضروا على خلق المقاولة ديال كيفاش كانت البدايات وكيفاش يعني بديتوا كتخدموا خدمات رقمية، كيفاش ممكن في منظورك الخاص يعني شنو هو المحتوى الرقمي اللي كنتلقاوه كاملين، يكون تجاري ولا يكون سياسي ولا يكون رسمي ولا يكون تربوي ولا يكون فقط غير تدوينة عادية؟ يعني شنو هي المحتويات السائدة حاليا والرائجة عبر الانترنت؟ حاليا انا حاليا راضي على المحتوى، باش نقول لك صراحه، لانه من قبل هذه واحد العام ولا عام ونص وباقي هذا المحتوى، ولكن الحمد لله غادي وكاين التراجع، هو ذاك المحتوى السيء اللي ما كيعطي حتى شي معلومه مزيانه. ما بين السيء والجيد والهادف، ما هي انواع المحتويات اللي كاينين اسي شرف؟ انواع المحتويات اللي كاينه هو المحتويات اللي كتكون على شكل فيديوهات، مقاطع فيديوهات، وهذه هي الفائده الكثيره اللي كيتفرجوا فيها الاغلبيه ديال الناس. كاينه على شكل تدوينات، يعني الناس اللي كنقولوا لهم لي بلوغ، كاينين على شكل تدوينات مصغره اللي كتكون في مواقع التواصل الاجتماعي كتويتر كفيسبوك. كاينين صور اللي كتعطي بحال اللي كنقولوا التعبير على واحد الرساله اللي كيبغي يوصلها، سواء واحد السيد اللي كيكون رسام كاريكاتوري، ولا كيكون واحد اللي كنقولوا حنايا ديزاينر اللي كيحاول يوصل واحد الرساله للناس عن طريق الرسومات ديالو والالوان etc. يعني هذه المحتويات الرائجة. أنت كفاعل وكمقاول ستارت ابر وتساعد المقاولات الناشئة وتقدم لها خدمات، شنو هي الخدمات اللي كتقدم وشنو هي المحتويات اللي كتدبر وكتسير وكتعمل على يعني تحت إشرافك على تسيرها وتقديمها كخدمات رقمية للعملاء ديالك؟ نعم، الخدمات اللي كنقدموا حنايا هو اول حاجه كاين تسيير مواقع التواصل الاجتماعي، اللي من خلالها كنحاولوا اننا كي قلنا نادابتيو لو ماركتينغ مع لو دي ان اي ديال البروجي ديال الناس اللي عندنا، ديال لي كليون اللي عندنا. دونك هنا كنخلقوا محتويات على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، سواء على شكل فيديوهات، سواء على شكل صور، سواء على شكل مدونات، سواء على شكل تدوينات قصيره مواقع التواصل الاجتماعي ديال المعني بالامر. نعم، حنا كنحاولوا ما امكن اننا كي قلت لك في الاول اننا ادابتيو الخدمه ديالنا معاه في لا فيزيون ديالته، في الدي ان اي ديال البروجي ديالو، في لو دومين داكتيفيتي استراتيجيك ديالو. عندنا ايضا مواقع ولا انشاء مواقع الكترونيه، سواء مواقع الكترونيه اللي كيكون الهدف منها هو البيع، سواء مواقع الكترونيه اللي كيكون الهدف منها هو تقديم صوره عامه على المشروع، سواء المواقع اللي كيكون الهدف منها انها تكون على شكل مدونه دي بلوغ. الخدمات الاخرى اننا كنخدموا في تسكي فوتوغرافي فيديوغرافي، يعني كنحاولوا انه نخدموا مع الناس لي زيفينمون اللي كيكونوا، سواء تيكونوا منتديات، سواء تيكونوا اجتماعات ديال الجمعيات ولا ديال المؤسسات التربويه ولا اي شيء، كنحاولوا اننا نصوروا لهم دي فيديو، نصوروا لهم دي فوتو. يعني انتم ما كتنشطوا حتى في مجال ليفينمونسيال ومجال تنظيم تظاهرات؟ تقريبا
تقريبا لانه حنا عندنا لا فيديوغرافي لا فوتوغرافي، وكنحاولوا ما امكن انه بمساعده لي كولابوراتور ديالنا اننا نخدموا. يعني حنا كيكون عندنا التسيير والتنظيم، ولي كولابوراتور ديالنا كيكون عندهم المجال اللوجيستيكي. يعني انتم فقط ما كل ما هو رقمي. نعم. سي الزروالي، فوقاش يعني كيفاش ساعدك الدبلوم ديالك؟ يعني تعطينا فكره بعدا على الدبلومات اللي خديتي في هذا المجال حتى انك خلقتي فيه دابا ستارت ابور وكتعاون لي ستارت ابور. يعني انت عندك مقاوله ناشئه الله بدات وان شاء الله غتوسع باذن الله، خاصة وانك تكمل الدراسة وتطمح في الحصول على الدكتوراه. ثم كيفاش ساعدك الدبلوم، هذا الدبلوم ولا الدبلومات اللي حصلتي عليها في خلق مقاولة على مستوى تقديم خدمات رقمية ديال التسيير ديال الكوميونيتي مانجمنت؟ راه ماشي سهلة، راه بحر شاسع. عندك الحق. اول حاجه غادي نذكر لك الدبلوم اللي عندي. دونك انا كنت طالب وباقي طالب في لافاك ديال القضائيات في مراكش في كليه الحقوق في ليكونومي جيستيون. اول دبلوم كان عندي هو ان ليسونس في المانجمنت انترناسيونال اي ماركتينغ ديجيتال. دونك التسيير الدولي والتسويق الالكتروني. اكزاكتومون. كاين احنا في القضائيات. من بعد جاني طموح باش انني نحاول نزيد واحد الدبلوم اخر اللي هو كان دبلوم ديال لا لوجيستيك لا جيستيون دي ستوك. دونك هذا كان في اطار انني بغيت نزيد ننمي شويه من القدرات ديال الخدمه ديالنا. عندك طموح تبارك الله. وي. من بعد عندي ماستر في لونتربرونيا لا كرياسيون دي ستارت اب، وهذا الماستر بالضبط هو اللي عاوني باش انني نبدا البدايه ديالي كستارت اب وباش نعاون الناس اللي في الستارت اب. علاش؟ لانه التكوين اللي دوزنا واحد لا فورماسيون ديال لو كونساي d'être un conseiller في la création des startups ou les entreprises، وخدمنا على aussi le marketing digital، خدمنا على la gestion des entreprises في الوقيته ديال الكريز. يعني واحد لا فورماسيون اللي كانت فريمون عامره بزاف، اللي ساعدتني وساعدت حتى لي كولابوراتور اللي كانوا معايا، لانه كانوا تيحتكوا بزاف معايا. تنعطي داكشي اللي عندي، تنحاول ما امكن ان داكشي اللي كنت باطيو غير اني نابليكيه في البراتيك. والحمد لله كانت هي بحال كنقولوا هي النقطه الاولى اللي من خلالها بديت المشروع ديالي. كانت هي البدايه ديال المشروع ديالنا وطلونطا، لانه دابا عندنا تقريبا لونتربريز ديالنا ما يقارب واحد 3 سنين ليغالمون. يعني تبارك الله ما شاء الله. يعني ثلة من الدبلومات اللي تبارك الله تساعدك في عدة مجالات، ماشي فقط غير المجال الرقمي. وبإذن الله قبل الدكتوراه يعني كتوجد الدكتوراه على مستوى التسيير الدولي ياك سيدي؟ الدكتوراه غتكون ان شاء الله في الماركتينغ ديجيتال ان شاء الله. لانه دابا غادي نحاول ما امكن انني نكمل في الطريق اللي بديت فيها، لانه في الميموار نيت اللي كنا درنا في الماستر في لونتربرونيا ديجيتال ديال لا ريجيون مراكش صافي. دونك بغيت نشوف كيفاش داير لو ديجيتال او نيفو، ودرت واحد ليتود والحمد لله كملتها وكان كلشي مزيان ما شاء الله. نرجعوا للمهنه ديالك حاليا، مقاول شاب في مجال كل ما هو رقمي، خاصه تسيير المحتويات الرقميه. شنو النوعيه ديال الخدمات؟ اذا باغا تشرح لنا شنو الخدمات اللي كتقدم للمقاولات وربما لبعض الافراد حتى انك تسير المحتوى ديالهم رقميا، تخلق لهم بعض المواقع، ويعني وربما تروج بعض المرات للصوره ديالهم ولا المنتجات ديالهم. مزيان. انا غادي نحاول انني نشرح كل سيرفيس بوحدو، نحاول نشرحو بالمو تكنيك ديالو، ومن بعد عاود نحاول نشرحو باش حتى بشكل بسيط حتى المستمع والمتلقي يستوعب. شكرا لك. اول حاجه عندنا السيرفيس الاول اللي هو الكوميونيتي مانجمنت ولا تدير مواقع التواصل الاجتماعي. هنا الخدمه ديالتنا كتكون اننا نتكلفوا بمواقع التواصل الاجتماعي. حنا كنتواصلوا مع كنقولوا مع المتلقين ديال هذيك الصفحه ديال الكليان ديالنا. يعني حنا كنحاولوا اننا نخلقوا واحد نوع من محادثات على شكل صور فيديوهات تدوينات. كنحاولوا اننا نروجوا في او ميم طون شويه لهذاك الكليون بطريقه اللي هي كنقولوا اونتر بارونتيز غراتوي، يعني لانه كاين واحد لو كوتي اللي هو غراتوي، يعني كتخدم على تدوينات صور وكتحاول تخلق محادثات مع لي كليون. وكاين الاخر اللي هو اللي كيكون بايون، كيكون انك كتنقولوا حنايا tu dois payer pour avoir une visibilité sur les réseaux sociaux، يعني خصك تخلص باش تبان عند الناس. وهذه غالبا تستعملوا الناس فاش كيكونوا بيبيعوا البرودوي ديالهم لا السيرفيس ديالهم. كاين سيرفيس ثاني اللي هو كي قلنا انشاء مواقع الكترونيه،
وهنا كنشوفوا مع لي كليون شنو هو لو بوزوان ديالو في انشاء مواقع. واش هذاك الموقع بغى باش تكون عنده انفيزيبيليتي في اون لين، يعني انه يبين للناس الخدمه اللي كيعرض. يعني هنا كنسميو ان سيت اللي هو كنقولوا ستاتيك، يعني كنعطيو كنعرضوا فيه الخدمات ديال هذاك السيد كيف ما كانت الخدمه ديالته، كيدير هذه الخدمه وكيدير هذه، كيفاش كيطور الخدمه ديالته، شكون هو اكسترا. وكاين الناس اللي كيبغيو مواقع الكترونيه باش انهم يبيعوا فيها، اللي هي كتسمى مواقع تجاريه. هنا كيعرض هو السلعه ولا الخدمات ديالو، وكيعرض الاثمنه ديالو على الناس. وحنا كنحاولوا هنايا في هذا الكوتي انه اول حاجه كنشئوا ليه الموقع ديالو، ثاني حاجه كنواكبوه باش ان الموقع ديالو يكون موجود في محركات البحث اللي هي بحال جوجل وبينغ. ديال القضيه غير كما تعرفوا كاع المستمعين. ومن بعد تنحاولوا اننا نخدموا معاه كي تنقولوا البي ترافيك، اللي هو انه يقدر انه يجيب الناس عن طريق انه يدفع واحد القسط من المال باش انه يجيب الناس اللي يقدروا يشريو من عنده السيرفيس ديالو ولا المنتوج ديالو. من بعد عندنا الخدمه ديال لا فيديوغرافي ولا فوتوغرافي. انا كنسميها بالنسبه ليها سي ان سيرفيس اللي هو انكس تري امبورطون، لانه فاش كنقول انني بغيت نكري واحد المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي على شكل صوره ولا على شكل فيديو، كنحاول ما امكن ان هذاك الفيديو ولا هذيك الصوره ترقى لداكشي اللي انا بغيت نوصل ليه في الشركه. يعني بغينا نوصل لواحد الهدف ان نوصل لواحد الشريحه ديال الناس، دونك الصوره تكون كتعبر. يعني خاص الصوره تكون معبره، عندها واحد الرساله، عندها واحد كتنقولوا شخصيتها الخاصه، لانه تنشخصوا الصوره. كيفاش كنشخصوا الصوره؟ ان نخليو ان هذيك الصوره كتهضر على النفس ديالها، كيف ما الفيديو كيتكلم فيه واحد السيد اللي كيعطي واحد الميساج لهذاك المتلقي. وهنايا كيف بغيت نقول لك، هنا كنقولوا بانه ما حدنا حنا كنخدموا في هذا المجال، ما حدنا كنحاولوا ما يمكن ان نقيو هذاك المحتوى ونعطيو واحد المحتوى هادف. اللي قلت لك اول حاجه خاصو يكون تراعي بانه هذا الجيل اللي حنا خدامين فيه راه هو اللي غادي يخدم على الجيل اللي جاي. يعني كل ما كان المحتوى زوين ورائع وفي المستوى، كل ما اطمئنين على الاطفال ديالنا، اطمئنين على انهم غادي يكونوا مرتاحين، غادي يشوفوا حوايج اللي زوينه، غادي يستافدوا منها. سورتو ان الاطفال دابا ديالنا راه هما الاطفال تاع 4.0 كنقولوا حنايا، ويب 4.0. يعني كلهم يسون اتاشي التليفون. ما كاينش دابا شي طفل ما كتلقاش عنده تليفون ولا كتلقاه كيقلب. دونك حبذا لو كان المحتوى يكون مزيان. حتى بالنسبه للكبار وبالنسبه للذوق العام اللي ولا غادي وكيتراجع للاسف. خلينا من الاعلام يعني اللي كانت تعاملوا معاه، من وسائل الاعلام اللي كانت تعاملوا معاه، كنهضروا ايضا على الاعلام الرقمي وما يتداول رقميا. نهضروا والوقت يخوننا للاسف. شرف الزروالي كمقاول شاب في مجال تدبير المحتويات الرقميه، يعني شنو يعني هذه الخدمات اللي كتقدموا هي عباره من ورائها ربح؟ يعني بكم تقدر اتعابكم؟ واش عندكم واحد المثال ديال بعض يعني الشركات اللي يعني بلا ما نذكروا بطبيعه الحال يعني الماركات، لكن واش عندكم مثال ديال بعض الخدمات اللي قدمتوها لبعض الشركات وحققتوا فيها النتائج؟ الاثمنه ديالنا كتكون في متناول ديال لي ستارت اب. راك عارفه بانه نقولوا على المقاوله ناشئه ولا ستارت اب، دونك كنقولوا بانه واحد السيد اللي يلاه يبدا الخدمه ديالته كيحاول انه يديفلوبيها ايطاب باغ ايطاب. دونك الاثمنه ديالنا كتكون في المتناول ديالهم. دونك مثلا الا خدينا مثال ديال الكوميونيتي مانجمنت، دونك الكوميونيتي مانجمنت يكون على شكل واحد اشتراك شهري ولا اشتراك اللي يكون سنوي، دونك على حساب. دونك الاشتراك تبدا تقريبا من 3000 درهم بار مو. دونك على حساب حتى لا ستركتور ديال لونتربريز، يقدر مثلا ان نوصلوا مع اقل على حساب لا ستركتور ديالو، ولا على حساب حتى الاهداف اللي بغى يوصل ليها. بالنسبه الناس اللي خدمنا معاهم، خدمنا في بزاف ديال المجالات، بما بينهم كاين عندنا تقريبا واحد 4 بروجي في المجال ديال الصناعه التقليديه، بلو بريسيزامون في الالبسه التقليديه بالنساء والرجال، خاصه بالنساء والرجال. يعني كاينين دي شوروم هنايا في مراكش اللي حاولنا اننا نخدموا معاهم ونروجوا لهم الخدمات ديالهم، سواء عن طريق لي فيديو، سواء عن طريق الصور، عن طريق الكوميونيتي مانجمنت. يعني التعامل معكم يكون ربما عنده بدل نوعا ما طويل. مثلا الا كنت غندير معك اشتراك شهري ديال 3000 درهم، يعني غنتعامل معك لمده سنه او سنتين او سنوات.
على حساب لوبجيكتيف اللي عندك وعلى حساب اشنو حنايا حطينا في كون ابي هذاك لو كايي شارج. يعني الا كنا عندنا واحد لوبجيكتيف اللي غادي يكون على واحد المدى اللي هو بعيد، دونك هنا كنشوفوا شنو هما الامور اللي غادي نمشيو فيهم، شنو هما لي زيتاب اللي غادي ندوزو منهم، وشنو هي المده اللي غادي نقدروا نستغرقوا في هذيك الخدمه. وكاين اللي كنبقاو معاه من البدايه حتى ما لا نهايه، يعني راك عارفه حتى كاينه خدمات ما بعد البيع، وكاينه المواكبه، وكاين الاستمراريه ايضا. ضروري كتبقى ديما المواكبه 24 ساعه على 24 ساعه، لانه كي قلت لك حنايا كنحاولوا ما امكن اننا هذاك صاحب المشروع كنوقفوا معاه من الاول حتى الاخر. يعني كنمشيو معاه كنحاولوا اننا نواكبوه ونوريوه كيفاش هو يديفلوبي البروجي ديالو في المجال الرقمي. واش هذا القطاع كيعاني من عقبات ربما ولا من اختلالات؟ جينيرالمون ما كاينش شي قطاع ما كيعانيش. المعاناه اللي عندنا حنا هنايا وهو كاين واحد المهم انا كنعتبرها اشكاليه اللي هي كبيره، اللي هي شويه الوعي. علاش؟ انه كاين بيان سور لو سيكتور انفورمال، انه كاين هنا شباب اللي كيخدموا في السيكتور انفورمال. نقدر نقول لك بانه الشباب اللي عندهم ما يعطيو كثر وبزاف، هما الاشكاليه ديالهم يخلقوا مقاولات ربما او اطار قانوني كالمقاول الذاتي الى غير ذلك. هذا هو الاشكال اللي كيكون، انه باقي شحال من واحد ما عندوش هذيك لا فورماسيون اكزاكت على لونتربرونيا. يعني باقي هادشي اللي كنحاول، يعني كنحاولوا ما امكن اننا نوريو الناس ان لونتربرونيا ماشي كيف كيحسب لهم. لونتربرونيا راه واحد الحاجه اللي هي كترقب المشروع بالمجهودات ديالك. باش ما كنتي اونتربرونور، باش ما كترقب المشروع ديالك، باش ما كترقب الخدمات ديالك، باش ما كتقدر المجهود ديالك ما كيضيعش سودا. يعني هذا هو الاشكال، وهذا هو اللي كيخلق لك واحد المشكله بالنسبه للناس اللي عندهم قطاع مهيكل، انه كيلقاو الدراري كيخدموا بحال هكا، ما عندهمش تبعيات، ما عندهمش لي شارج اكسترا، دونك كينقص لك في الاثمنه اكسترا، وتتلقى هنا مشكل لا كونفيزيون مع الكليون. تقول لك علاش هو حاسب ليا وانت حاسب ليا، وما كتقدرش انك تدخل معاه في تعمق معاه اكثر في هذه الامور هذه. وهنا كاين الشباب، انا بالنسبه لي كنظن بان الشباب من الاحسن لانه يتوجه لونتربرونيا، لانه ماشي كيف ما كيدن، لانه لونتربرونيا عيب وفيها صداع وفيها مشاكل. لا بالعكس، بيان سور اي هدف بغيت توصل ليه راه غتعذب عليه، غتكرف عليه، غتسهر الليالي، ولكن راه في الاخر راه كتوصل لواحد الحاجه اللي الطعم ديالها زوين وكيعجبك الحال في الاخر. شرف زروالي، كلمه اخيره كمقاول في مجال تدبير المحتويات الرقميه. اول حاجه كنشكركم بزاف على الاستضافه ديالكم وعلى هذه الفرصه اللي عطيتونا باش نقدروا نهضروا على هذا المجال. ثاني حاجه كنتمنى انه هذا المحتوى اللي زوين هذه الايام يبقى ديما ويزيد يديفلوبا لقدام، باش انه ولادنا والناس الكبار اللي عزاز علينا والدينا انه يشوفوا محتوى اللي يكون زوين. ثالث حاجه كنحاول نوز ميساج للشباب انه يحاولوا يديفلوبيو نفسهم، ويحاولوا يديفلوبيو الخدمه ديالهم، ويحاولوا يقلبوا على معلومات في لونتربرونيا، واي مساعده راه نقدروا نديروها حنايا في اي لحظه. اي شاب كنبغى يدخل المجال ديال لونتربرونيا ولا ستارت اب. شرف زروالي، مقاول في مجال تدبير المحتويات الرقميه، شكرا لك على هذه الحلقه. شكرا لك. مهن وحرف